مربيه ربو شيبة، حفيد الشيخ مربيه ربو بن الشيخ مالعين بطرفاية. نحن اليوم يعني جد سعداء باستقبال جمعية تطوان أسمير، لأن جمعية تطوان أسمير جاءت في إطار صلة الرحم مع الأقاليم الجنوبية في إطار احتفالات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وهي في نفس الوقت إعادة للتاريخ، لأن في سنة 1939 عندما حج أول وفد من الحجاج المغاربة الصحراويين مع إخوانهم في الشمال، حيث كانت رحلة مشتركة إلى الديار المقدسة لأول مرة، وكان القائد الديني للرحلة هو الشيخ مربي ربو، وكان القائد السياسي للرحلة هو القائد وشن يعني من الشمال. وهذا أكبر دليل على التلاحم وعلى الوحدة، حيث أنها كانت رحلة مدونة رائعة تدرس يعني في علم الرحلات. وعندما عاد الشيخ مربي ربو من تلك الحجة أرسل مجموعة كبيرة من الكتب إلى مكتبة الوقش بتطوان، والآن نحن نعيد التاريخ، بحيث أن هذه المجموعة الشريفة زارت هذه المناطق وزارت زاوية الشيخ مربي ربو، وقمنا أيضا بإهدائهم مجموعة من الكتب إحياء لذلك الموروث. وأظن أنها من أنجح الجمعيات التي يجب على يعني جميع الجمعيات المغربية وجميع الجمعيات النشيطة أن تتعلم وتستفيد من تجربة جمعية تطوان أسمير. ونتمنى أن تعاد هذه الزيارة مرات أخرى بأفواج وأعداد كبيرة، ونقول لهم مرحبا وأهلا وسهلا، هذا مكانكم وهذا أهلكم وأنتم بين ظهرانكم، حللتم أهلا ومرحبا بكم.